السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأسيس الصف الثالث قبل الدراسة، وما زلنا في الحصة التانية بنقول أولادنا اللي بيتأسسوا اللي داخلين تالتة ابتدائي لازم يسمعوا الفيديو من أوله لآخره عشان يبقى شطار. احنا خدنا الحصة اللي فاتت قيمة الألوف، وخدنا كمان ازاي نكتب الألوف وأكبر رقم وأصغر رقم. النهاردة هناخد القيمة المكانية وقيمة الرقم. دي بقى المشكلة الكبيرة اللي بتقابلنا احنا كأمهات واحنا كمعلمات، القيمة المكانية وقيمة الرقم. طيب، القيمة المكانية يعني ايه؟ يعني انا في عندي خانة اسمها احاد، وخانة اسمها عشرات، وخانة اسمها ايه؟ الوف ومئات الالوف والكلام ده كله. طيب، يعني ايه يا ميس ايمان قيمة الرقم؟ يعني قول لي التلات تفاحات دول بكام؟ ب5 جنيه. يبقى القيمة هنا بيكون عدد رقم. يبقى احنا قلنا مكانية وقلنا رقمية. طيب، القيمة المكانية للرقم اللي هكتبه لك ده 6354. اقول له تعالى لو قلت لي مكانية يبقى نقول الاتنين في خانة الآحاد عشان دي أول خانة، والخمسة في العشرات، والتلاتة في المئات، والستة في الألوف. ده الدرس اللي احنا خدناه قبل كده. طيب، القيمة البيت الأولاني ده كده اسمه بيت الصحيح، الناس الصحيحة، اللي بعديها الألوف. طيب، أنا عايزة أجيب القيمة الرقمية للأرقام دي. لو طبقنا على الأرقام دي التلاتة هنقول لها أنت في بيت إيه؟ هتقول الآحاد، والأربعة العشرات، والسبعة في المئات، والخمسة في الألوف. حلوة يا إيمان. طيب، العلامة دي يا جماعة اسمها العلامة العشرية أو الفاصلة اللي بتفصل بين البيت الصحيح وبين الناس اللي بره. الخمسة في خانة الإيه؟ خمسة في خانة الألوف. بحفظها لابني واتك عليها أوي. جميل. وبعدين يا مس إيمان، وبعدين بقول لابني تعالى بقى قول لي القيمة الرقمية اسمها ايه؟ ليها اسم تاني، ليها قيمة عددية. يعني التلاتة دي في خانة ايه؟ في خانة الآحاد بتلاتة، نازلة على تلاتة. والأربعة في العشرات بتقول أنا بصفر واحد بس، فبننزل الصفر قدام الرقم فتصبح 40. لازم قدام الرقم، لازم شرط الصفر كده. المئات بصفرين، بننزل الصفرين قدام الرقم يبقى 700، عشان السبعة في المئات قدامها صفرين 700. الألوف بتلاتة فنقول لها يا ألوف لازم الصفر قدام الخمسة تصبح 5000، بننزل الخمسة ونحط قدامها التلات أصفار. ماشي يا حبايب قلبي. طيب، احنا كده بس عرفنا كده خلاص الرقم. بس عايزين بقى نتعود نقرأ الرقم دايما قبل ما نجيب قيمة مكانية أو قيمة رقمية. أقول له 9745. دي القيمة ايه؟ المكانية. أحاد، عشرات، مئات، ألوف. حلو، دي كده قيمة مكانية. أحاد، عشرات، مئات، ألوف. طب الرقمية أو العددية أقول له تعالى الخمسة في الأحاد ب5، في العشرات 40، وفي المئات السبعة 700. برافو عليك، زي ما انت قلت كده. كده البيت الصحيح خلص، البيت الأساس خلص. خش على اللي بعده. عمل عشرية قابلتني، وتسعة في الألوف ب9000 عشان قدامها تلات أرقام بتلات أصفار. طيب، نقرأ الرقم ده 4523. بين كل تلات أرقام لازم نعمل فاصلة حيطة علامة عشرية. القيمة المكانية التلاتة كام؟ تلاتة، يبقى أحاد، والاتنين عشرات، والخمسة مئات، والأربعة ألوف. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، جميل. تعالى على القيمة العددية أو الرقمية، الاتنين واحد. التلاتة تنزل تلاتة زي ما هي، والاتنين في العشرات أو نحط قدامها صفر واحد بس يبقى 20. والخمسة في المئات 500، والأربعة ب4000. كده يا مس إيمان أنا كده ما شاء الله بقيت في القيمة المكانية والقيمة الرقمية زي الفل. والمكانية بنقول عليها لفظية، والرقمية بنقول عليها عددية. كده يا مس احنا خلصنا الحصة التانية أو الكورس التاني أو الليفل التاني من التأسيس للصف الثالث قبل الدراسة. اقدر اقول لك دلوقتي ان ابنك متاسس كويس في الحصه الثانيه. استنيني بقى في الحصه الثالثه ان شاء الله، في حاجات حلوه كتير جدا وهتتفاجئوا بحاجات جميله جدا وشرح مبسط جدا جدا. استنونا، متنسوش الاشتراك في القناه. السلام عليكم.